السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار الأخوات. فمن بين تحضيرات رمضان اليوم غادي نشارك معكم إن شاء الله حلوة لسان الطير بالطريقة ديال المسمن. تجي رائعة وكتجي مقرمشة. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. فاللي تيزور قناتي لأول مرة ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. فنبقاو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. فقبل ما نعطيكم المقادير بغيت نشارك معكم هذه الفكره هذه ديال القشره ديال اللوز اولا جلوفه اللوز. فهنا من بعد ما نقيت اللوز اللي درت فيه سلو، خديت القشره ديالو دخلتها للفران حتى نشفات مزيان وتقرملات على هذا الشكل هذا كيف تشوفوا معايا. راه غير تشدوها بيديكم تتفرتت. فكتقدروا انكم تنسموا بها اي حاجه، لي كيك ديالكم. انا غادي نسم بها حلوه لسان الطير، تقدروا تنسموا بها اي حاجه، تقدروا ديروها في البهله تيجي المذاق ديالهم زوين. وهنايا البنات كيف تشوفوا معايا من بعد ما طحنتها تجي على هذا الشكل هذا. ودابا يلا معايا نشارك معكم المقادير. هنا البنات عندي نص كيلو ديال الفورس، غادي ندير له 3 المعالق كبار من الزيت العاديه، زيت نباتيه. غادي نضيف له خماره، وهنا عندي معلقه ديال النافع اللي حمرته وطحنته، وغادي نضيف عليهم معلقه من البودره ديال اللوز، وغادي نضيف شويه ديال الملح صافي. ودابا غادي ندوز باش نجمع العجين ديالي. عادي عجينه ديال المسمن كيفاش تجمعوها، غير هنا درنا بعض الاضافات. فهنا غادي نجمع العجين بالماء مزيان. فهنا من بعد ما جمعت العجين غادي ندوز باش غادي ندلكو. فكتبقاو تدلكو فيه حتى ما كتبقاش تقطع عليكم العجين وكتولي عجين لينه اللي نقدروا نشكلوا بها كرات ديال المسمن. وهذا هو الشكل ديال العجين من بعد ما كملته تيجي على هذا الشكل هذا. غادي ندهنه بشويه ديال الزيت وغادي نخليه يرتاح على خاطره واحد نص ساعه هكاك ساعه. وهنا كيف تشوفوا معايا العجين تيولي على هذا الشكل من بعد ما ارتاح. غادي ندوز باش غادي نشكلو كويرات. فكيف تشوفوا معايا كندهنو يدينا بشويه ديال الزيت وغادي نبدا نشكل كرات اللي هما متوسطين. فغادي نستمر حتى نسالي الكميه ديال العجين. هنا من بعد ما كملت العجين غادي ناخد اول كره اللي درت وغادي ندوز نسرحها بشويه ديال الزيت. فهنا غادي نسرحها مزيان حتى تولي رقيقه، وحاولوا انكم تسرحوها على شكل كاري تجي هكا مقاده من الجناب. فهاد الطريقه هذه راها ناجحه 10000% وكتجي رائعه. كيجي هذاك لسان الطير كيجي مقرمش.
فهنا البنات من بعد ما سرحت العجين خديت شويه ديال الفينو اولا القمح الصفر صافي ورشيته. تقدروا نتوما تعوضوه بمايزينا اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه. وشكلتها على شكل مسمنه مربعه. معاكم تاني وحده اخرى. فكيف تشوفوا معايا من بعد ما كنسرحها مزيان غادي ندير ليها الفينو وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. فكيف تشوفوا معايا من بعد ما كملت الكميه ديال العجين كامله غادي ندير مقله باش تسخن فوق البوطه وغادي ندوز نسرح المسمن ديالي على هذا الشكل هذا حتى كنرقوه مزيان. فمني تنديروه فوق من المقله راه غير كتنشف لينا العجين وتنحيدوه ما تنخليوش حتى يتحمر لينا. فهانتوما كيف تشوفوا معايا صافي غادي نحيدها وغادي ندوز ندير وحده اخرى وغادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي العجين اللي عندي كامل. فما تخليوش يتحمر فقط انه ينشف لكم المسمن ما يبقاش عجينه يجي غير ناشف. فهنا غادي نستمر حتى نسالي الكميه كيف قلت لكم اللي عندي كامله. وهنا كيف تشوفوا معايا من بعد ما كملت العجين تيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوز باش غادي نشكلوه. فانا غادي نلويو وحاولوا انكم ملي كتكونوا تلويو تكونوا راخفين المسمن ديالكم ماشي تزيروه باش ما يطرطقش ليكم في الطياب. وغادي ندهنوا الجنب ديال المسمنه بشويه ديال الفورس مع الماء صافي. وغادي نستمر على هذا الشكل هذا كيف تلاحظوا معايا في الفيديو حتى نسالي كل شيء اللي عندي. ودابا غادي ندوزو باش غادي نقطعوه. فهانتوما كيف تلاحظوا معايا غادي ناخذ واحد الموس اللي يكون ماضي وغادي نحاول انني نشكلهم على هذا الشكل هذا نعوجوا شويه الموس ونقطعوا. فهنا خديت واحد الاناء اللي درت فيه الزيت وحطيت فيه واحد القطعه من العجين باش نشوفها هكا واش الزيت سخنات ولا لا. فمن بعد ما سخنات ليا الزيت بديت تنوضع فيها الحلوه ديالنا ديال لسان الطير. فكيف تلاحظوا معايا راها كتجي محلوله نتوما غير كنديروها في الزيت كتحل صافي. وغادي نخليوها تحمر مزيان. وهنايا من بعد ما حيدتها من الزيت كنديرها في واحد الشبيكه باش تسقطر لينا وغادي نكمل الطياب ديال الحلوه ديالنا.
فهنا من بعد ما تسقطرات ليا الشبيكه الاولى من الزيت غادي نديرها في العسل، حيت هي سخونه. العسل ما كنسخنوش، كنخليو العسل كيف ما هو صافي، وغادي نخليوها تشرب العسل، وغادي نديروه في واحد الشبكه اخرى باش تسقطر لينا من داك العسل ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال لسان الطير. كنزينوها بشويه ديال الجنجلان اللي هو محمر. فصراحه تيجي المذاق ديالها زوين وتتجي مقرمشه في الفم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فاللي تيزور قناتي لاول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تبخلوش عليا بواحد لايك باش هكا تشجعونا.